أسكن في إطار برنامج البيع بالإيجار عدل بولاية سعيدة تأخرا كبيرا، وهذا منذ سنة 2013، ما جعل المكتتبين يتخوفون بشأن مصير سكناتهم. مراسلة لمعمر سليماني. تأخر كبير في بداية المشروع. اليوم بعد ما بدأ المشروع، ما نتمناه أن ينجز في المشروع في الأجال المحددة، وكذلك في يعني يكون بطريقة جيدة. وما نتمناه أيضا أن هذا المشروع يستفيد منها المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول، وحتى من ينتظر أن يستلم دفع الشطر الأول. فيما يخص مشروع عدل 2، مادام الآن انطلق المشروع وبدأت المؤسسة التركية في الإنجاز، الآن نتكلموا على المستقبل. المستقبل هو أننا نطلبوا أن تكون مدة الإنجاز تحترم، اللي هي 28 شهرا، وكذلك نطلبوا حصة إضافية لولاية سعيدة لتغطية عدد المكتتبين المسدين للشطر الأول. نتأسفوا على هذا التأخر الكبير الذي شهده هذا المشروع في ولاية سعيدة بالمقارنة مع باقي الولايات. يعني نشوفوا بلي الولايات الكبرى مثل العاصمة أو وهران أو سيدي بلعباس يعني كانت انطلاقة المشروع ربما راهم قريب يسلموا المفاتيح. احنا نتأسفوا كثير لهذا التأخر، ما ناش عارفين علاش يعني في الولاية تاعنا بالذات. ان شاء الله نتمنوا يعني مع انطلاق المشروع، انا شفناه الشهر الماضي كان فيه انطلاق المشروع. ان شاء الله هي تكون هذه الانطلاقة تكون دائمة وما يكونش فيه أي تأخر، وإن شاء الله الشركة هذه المنجزة تكون تحترم الأجال المحددة. أبدى التجار